ازيكم عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم في فيديو تاني من سلسلة تعلم اللغة الألمانية من الصفر. المرة اللي فاتت أخدنا الحروف ازاي ننطقها وأخدنا بعض الكلمات عليها. طيب المرة دي هناخد حاجة تانية خالص اسمها Buchstabenkombinationen. Buchstabenkombinationen. ما تتخضوش من الكلمة، هي تحسوا ان هي معقدة قوي بس هي ما فيهاش اي حاجة. البوخشتابن دي هي عبارة عن او معناها الحروف المركبة. طيب يعني ايه الحروف المركبة؟ يعني ان الحرف لما بيدخل مع حرف تاني بيكون صوته مختلف. ده هنعرفه النهاردة في الفيديو، بس كفاية ان انتوا تعرفوا دلوقتي ان الحروف المركبة هي حرفين دخلوا مع بعض فعملوا صوت تاني خالص غير اصواتهم الاصلية. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة. فخليكم معايا للنهاية عشان في آخر الفيديو هنعمل مع بعض تمارين هتشوفوا ان انتوا بقيتوا تعرفوا اصلا تقروا ألماني لوحدكم. فيلا بينا. أول واحد عندي في الحروف دي هو سي ها. سي ها. سي ها ده ليه نطقين، يا إما بيتنطق يا إما بيتنطق خ، يا إما بيتنطق وخلي بالكوا وليست ش. فما ينفعش ان انا اعملها كانها شين عاديه، هي مش شين عاديه، هي بتطلع صوت كده بيبقى طالع منه هواء، ويعني ممكن نقول ان اللسان بيخبط في سقف البق. فانتوا بالتدريب هتعرفوا تقولوها كويس، بس اهم حاجه ان احنا نبقى عارفين ان هي ش ش. طيب وممكن تسيها دي يبقى نطقها خ، يعني يا اما ش يا اما خ. طيب امتى بتنطق ش وامتى بتنطق خ؟ ده هنعرفه دلوقتي. اول حاجة هي بتتنطق ش لما بتكون سيها جاية بعد واحد من الحروف الأربعة دول. ايه هما الحروف الأربعة دول؟ هما الإي والإي والإي والإو. تمام؟ لما هلاقي التسيها جاية بعد واحد من الأربع حروف دول يبقى هنطقها ش ش. تمام؟ طيب زي ايه مثلا؟ زي كلمة لشت. لشت. زي كلمة ايه برضو؟ إش. 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 كلمة إش يعني أنا. إش. إش. وكلمة لشت. لشت يعني نور أو إضاءة. تمام؟ فما ينفعش إن أنا أقول إش، ده كده غلط تماما. إش غلط، اسمها إش. إش. والتانية اسمها لشت. لشت ما اسمهاش لشت. لشت كده أو إن أنا أضم أعملها كأنها شين عادية، فده غلط تماما. طيب امتى بتتنطق لتسيها خ؟ ده هعرفه مع بعض برضو دلوقتي. سيها عندي بقى بيتنطق امتى خ؟ بيتنطق خ لو جه بعد واحد من الحروف الثلاثة دول، الآ أو الأو أو الأو. آ أو أو. طيب لما التسيها بتيجي بعد واحد من الحروف دي بتتنطق خ. زي كلمة ايه؟ زي كلمة بوخ. بوخ. das بوخ. das بوخ يعني كتاب. das بوخ. زي ايه تاني برضو؟ زي كلمة كوخن. كوخن. der كوخن يعني كوخن يعني كيك، يعني تورته او كيكه او اي مكان يعني. خلاص عرفنا ان التسيها عندي فيها حالتين اول ما بشوفهم مع بعض، يا اما هنطقهم ش يا اما هنطقهم خ. وده خلاص انتوا مع الوقت بتعرفوه، مش وقتها بقى هنقعد نقول ده بعد حرف كذا ده بس في البدايه. لكن بعد كده الموضوع بيكون بيطلع منكم تلقائي تماما، مش بتحتاجوا اصلا تبذلوا مجهود في ان انتوا تعرفوا دي خ ولا دي ش، لان انتوا اوريدي بتبقوا يعني خلاص حافظين الكلمات. تاني كومبيناسيون معايا هو الاس سي ها. اس سي ها. طيب الاس سي ها دي هي بتتنطق بقى شين عادية خالص. طيب فاكرين لما قلت لكم من شوية ان التسي ها لوحدها مش بتتنطق ش، بتتنطق ش. لكن دي بقى الاس سي ها هي انطقوها بقى براحتكم، انطقوها شين عادية. زي كلمة ايه؟ زي كلمة شولة. شولة. دي شولة.
die Schule. تالت حاجة معايا وهو ال A E. A E لما يجوا مع بعض بيتنطقوا I. زي كلمة ايه؟ زي كلمة mein. ein mein. فكلمة mein هي معناها حاجتي، يعني أقول mein Buch. مش احنا لسه أخدين بوخ من شوية يعني كتاب؟ فلو أنا عايزة أقول ده كتابي هقول mein Buch. يبقى أخدنا النطق أهو، بصوا سهلة جدا. mein. فخلاص احنا عرفنا ان ال A E هي بتتنطق I. الكومبيناسيون اللي بعده بقى هو عكسه. اللي فات كان A E، لا ده المرة دي هو E وبعدها A. ده سهل خالص في النطق، لما بشوفه بنطقه E بس طويلة شوية. يعني ال E A بيتنطق E بس طويلة شوية. طب ازاي؟ زي كلمة ايه مثلا؟ زي كلمة في. سهلة جدا. خلي بالكوا بجد النطق في الألماني من أسهل ما يكون. حتى لو مش في البداية حاسين ان هو سهل، بس هو فعلا القراية او النطق بتاع الحروف في الألماني هو بجد سهل خالص، عكس الإنجليش تماما يعني. فانت كل اللي بتقراه او كل اللي قدامك انت هتلاقي نفسك بتقوله، مش محتاج تلاقي ان في حروف موجودة بس مش بتتنطق او كده. لا، الموضوع بجد سهل خالص يعني. فدلوقتي هنرجع تاني لل E A. هي بتتنطق E طويلة، زي كلمة قلنا في. وفي يعني كيف. في. فخلاص كده احنا اي ايه هنشوفها نعرف ان هي على طول اي ممدودة. بعد كده معايا الاي او. الاي او بتتنطق اوي. زي كلمة ايه؟ زي كلمة نوي يعني حاجة جديدة. نوي. Das ist neu. طيب يبقى الاي او بتتنطق اوي. بعد كده معايا الاي املاوت مع الاو. الاي املاوت مع الاو ما بتتنطقش حاجه جديده عن اللي قبلها، هي بتتنطق اوي. زي كلمه ايه مثلا؟ زي كلمه هايزا. دي هايزا جمع das Haus. يعني das Haus اللي هو البيت الجمع بتاعه دي هايزا. هايزا. فبرضو سهلة خالص عشان هي شبه اللي قبلها يعني مفيش جديد. بعد كده معايا بي ها. البي ها بتتنطق حرف اف عادي. طيب zum Beispiel، وقلنا لو تفتكروا المرة اللي فاتت zum Beispiel يعني على سبيل المثال. ف zum Beispiel Physik. فالبي ها اتنطقت اف. بعد كده معايا تي ها بتتنطق تي عادية خالص، هنعتبر ان الها كأنها مش موجودة. ف zum Beispiel Theater. das Theater. فالتي ها نطقت تي عادية خالص. بعد كده معايا تي ست. التي والست مع بعض بيتنطقوا تس. زي ايه؟ zum Beispiel die Katze. Katze. فالتي والست مع بعض اتنطقوا تس. Katze. طيب التسي والكا مع بعض لما بيجوا ورا بعض بيتنطقوا كأنهم كاف كده مشددة شوية. يعني zum Beispiel backen. فالتسي والكا مع بعض لما بيجوا مع بعض ورا بعض بيتنطقوا كأنهم كاف مشددة. backen. قول معايا backen. بعد كده عندي كو او. الكومبيناسيون ده بيتنطق كف. طبعا هي دي حاجة غريبة جدا ان الاو هنا بتتنطق في. طيب ازاي؟ zum Beispiel دي Quelle. الاو هنا مش هنطقها خالص بنطقها الاصلي.
كو مع او تلاقيهم هي خلاص كف على بعضها كده، ما تفكرش فيها. فزي كلمة دي كفيل. في برضو كلمة تانية دي كفيتونج. فخلاص أول ما تشوف الاتنين دول مع بعض بيتنطقوا كف. آخر حاجة معايا النهاردة بقى هي الاس دي هي اس، بس لما بتيجي بعدها بي أو تي بتقولك لأ، أنا ما اسميش اس، أنا اسمي شين. زي ايه مثلا؟ هي في الاصل اسمها اس، بس لما بتيجي بعدها تي او بي بتتنطق شين. زي كلمة ايه؟ زي كلمة شتراس. دي شتراس. زي ايه تاني برضو؟ زي شبوت. ما بقولش سبوت، ما بقولش ستراس او كده، اسمها شتراس. فالاس طالما بعدها تي او بعدها بي فخلاص هي على طول شين، ما فيهاش كلام. كده بقى خلصنا الكومبيناتسيونن كلها مع بعض. طيب دلوقتي هنعمل بقى تيست بسيط، هشوفكم فهمتوا ولا لا. هكتب 3 كلمات دلوقتي على الشاشه وانتوا هتحاولوا تقروهم. هسيب لكم كام ثانيه تقروهم فيهم، او لو حابين وقت زياده ممكن ان انتوا يعني توقفوا الفيديو وبعدين ترجعوا تشغلوه تاني. طيب اول 3 كلمات معايا هما برافو، ich du بوخ. انا متاكده ان انتوا قريتوهم كده. يلا جاهزين للثلاث كلمات اللي بعدهم؟ هديكوا برضو كام ثانيه كده تقروهم فيهم. برافو. Schule sprechen. خلي بالكوا sprechen مش sprechen. اوكي. Straße. صح كده. برافو. mein klein Wein. برافو. يلا قربنا نخلص. صح كده. wie Liebe sie wie Liebe sie. خلاص دي اللي قبل الأخيرة. صح كده. neu Häuser Europa. آخر 3 كلمات، يلا بينا. Katze backen Theater. أنا متأكدة إن انتوا قريتوا معظمهم صح. لو في حاجات لسه وقعت منكم راجعوا الفيديو تاني وارجعوا له واتدربوا مع نفسكم كتير كده، هتلاقوا ان انتوا واحدة واحدة الموضوع بقى اسهل. برضو لو انتوا عايزين تسيرشوا على كلمات تانية فيها الكومبيناسيون دي وتقروها برضو اعملوا كده، ده هيفيدكم جدا. كده عرفنا اهم الحروف المركبة ونطقها بالالماني، بس مش عايزاكم تنسوا حاجة، ان النطق ده بيتطور بالممارسة، فحاولوا ان انتوا تكرروا كتير وتقروا كتير، وحاولوا ان انتوا، انا عارفه ان انتوا لسه في البدايه، بس حاولوا ان انتوا تكتبوا الكلمات اللي احنا اخدناها النهارده دي، اولا عشان تحفظوها وتبقوا دخل لكم يعني كلمات جديده، ثانيا عشان تعرفوا النطق فيها كويس، لان هي جامعه حاجات كتير في النطق، فده هيفيدكم جدا. بس كده، وما تنسوش تقولوا لي كان ايه اصعب كومبيناسيون عليكم، واكتبوا لي في الكومنتات. ان شاء الله المره الجايه هشوفكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن تحيات، هنتكلم ان احنا يعني حاجات في المحادثة كده بسيطة من البداية. بس واشوفكم المرة الجاية. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو لو عجبكم. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.